محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وسلم. الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك من ربي السماء صلى الله عليه. السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه أي حسان صلى الله تعالى عليه مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم
أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله وما عليه. أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صلى الله صورة عليه. كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله فتعطرت عليه. بوجودها كناف الوجود طرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله تجلى الحق عليه. في عالم قدسه الواسع صلى الله تجليا عليه. قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله فما من عليه. سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا صلى جل الله من عليه. شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله وهو عليه. من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله فسبحان عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله ما عليه. ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله أشهد أن عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى عبد الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى وما الله أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها صلى الله وأزكى عليه التحية ووسعها على هذا العبد عبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكمل عليه غاية الكمال صلى الله عليه صلاة يتسبح روح المصلي عليه به صلى الله ويمسس عليه بنور سر تعلقه به وهبه صلى الله ويكتب بها عليه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه صلى الله عليه الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله يتشرف عليه بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد عليه غدت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه كان مستقر في الأصلاب الفاخرة صلى والأرحام الله عليه الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله فتعلقت عليه همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فأن
لا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام، الله ولكن عليه. هزني لتدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين صلى وما الله أكرم عليه. الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حجرة ضمت جمال محمد، حويت كريما سيدا كاملا بدرا. يا حجرة ضمت جمال محمد، حويت كريما سيدا كاملا بدرا. مضى العمر مني يا محمد وانقضى، ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى البيت المعمور، صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور، صلى إمام وقد دنا من
خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عينه اليقين عينه اليقين ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مختار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار الذي صار لا إله سار لا إله فتدلى فتدلى هذا الذي صار لا إله سار لا إله فتدلى فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل صلى مما الله استفاده عليه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. صلى الله وقد عليه بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه تفرع عليه الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله وقد عليه أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. صلى الله قال يا عليه جابر إن الله خلق قبل الأشياء صلى نور الله نبيك عليه محمد صلى صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله وقد عليه ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال عليه رسول الله صلى الله اللهم صل عليه وسلم عليه. وسلم كنت أول النبيين في الخلق آخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه حتى السلام أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وبمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسولها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه نشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمل وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وبارك في وسلم. هذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه. المسونة والكون كله ينسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. وإشراق
والسراج صلى الله والعيون عليه. متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفصيل عبارة صلى الله عليه. بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام صلى من الله بركات عليه. وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله وبروز من عليه. علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وان وضع هذا الحبيب الله السماوات والأرض وما فيهن بترحيب الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى ليبرز الله نوره عليه. كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. أمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود صلى الله عليه. عبرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه. النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حاضرك رسول الله نعاد النبي تبي حاضرك kanjeng Nabi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
لك حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا صل على محمد وسلم وبارك عليه. أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. آمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، والسلام مستمر كل حين يتجدد. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة،
وله مع سنة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه وبالنشر به تتعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل صلى الله فهو عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف حسوسية صلى الله فما من عليه خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشني وله العلا في مجدي ومكاني صلى الله عليه أوسع عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه صلى الله عليه وقد بجت القلم في تذوين ما أفاده العلم من وقائع المولد النبي الكريم صلى الله عليه وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فعسى عليه مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك يحسن الخصم كما يحسن التكذيب فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, neng Jumat sore neng hari mangken neng bulan saya dalam bulan saya sangat mulia ki bisa salawat dan salam daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban para habaib dzurriyyah daripada Gusti Kanjeng Nabi. Matur muka insyaallah majelis ini kan nambah rasa mahabbah cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah majelis ini kan nambah rasa kekuatan iman dan cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Anapa orang nika mak bengal nyacat Kanjeng Nabi. Anapa orang kafir nika sampai bengal ngemper Kanjeng Nabi. Mungkin karena kesalahan kaula ben panjenengan, karena kaul panjenengan mangken pun jauh dari Gusti Kanjeng Nabi. Cek saking umat Islam neka kuat ikatan, mempunyai hubungan yang erat, mempunyai ikatan yang kuat dengan baginda Nabi, dengan mencontoh sunnah-sunnah beliau, maka niscaya orang kafir tak bakal bengal untuk dek nyantek ngal bengal nyacat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena kesalahan kaula ben panjenengan selama nikah kurang begitu bangga di Nabi Muhammad. Mungkin karena selama nikah kaula panjenengan banyak lupa dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Singka orang kafir nikah bengal ke Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah. Cek saking orang Prancis nikah oning dak akhlak Kanjeng Nabi. Wallahi kula sumpah. Cek saking umat Islam nikah menampakkan sunnah-sunnah Nabi kepada mereka orang-orang kafir, demi Allah mereka akan tertarik kepada agama Islam. Mereka akan tertarik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu lembutnya, begitu akhlaknya, begitu hebatnya kasih sayang baginda Nabi. Keng sayang kuliwit sampean tak kelem nampaki sunnah Kanjeng Nabi, sehingga orang kafir pun bengal menghina Gusti Kanjeng Nabi. Di sisi lain kuliwit sampean hanya bisa menghujat, bisa menyalahkan orang-orang kafir, sementara kuliwit panjenengan tak sadar selama nikah
jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kuliah sampean jarang berjamaah. Kaping kula panjenengan jarang isi siwak. Al-Qur'an letak baca boleh. Solawat ampun letak khusyuk boleh. Bahkan mungkin kerukunan di antara seteretanan ben sekancan ampun tak pati beda terjalin hubungan di antara persaudaraan. Mungkin karena nikah sehingga haibana umat Islam tarik tining Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kau tak ingat biasa nah. Biasa neng maulid tak pernah sambutan, tapi karena kak dinto ampun keterlaluan. Baik orang kafir bengal nyacat kanjeng Nabi, ngemper kanjeng Nabi, sedangkan umat Islam tibi jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali Al Habisyi ketika berde maulid ingat nikah, sambian niat dari compok cek cuma niat hadir majelis maulid terus ngedingakina solawatan, terus ngedingakina suarana aja. Niat dari compok sama niat atau buat ke tempat nikah. Al Habib Ali Atabu masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dzal waqt taubatak yal 'asi idza bata'ub dza waqt aubatak yasharid id bata'ub dza jami' la syakka tufar bihi jami'udz dzunub. Al Habib Ali Al Habisyi mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, tidak ada tempat yang melebihi keutamaan tempat majelis maulid yujallil kurub, yang bisa menghilangkan daripada segala bentuk kegelisahan dan kegundahan. Saya sompak hadir majelis maulid yujallil kurub, insyaallah sompak elang kafi. Dabun Habib Ali dzal waqt taubatak yal 'asi idza bata'ub, he orang-orang sebanyak tu sana dzal waqt saat ini baktone ke maulid nikah. Dzal waqt taubatak yal 'asi idza bata'ub, jika engkau ingin bertaubat kepada Allah dzal waqt, sekarang waktunya. Niat taubat majelis nikah. Cuma sampean terus hadir terus tahu aja. Dzal waqt taubatak yal 'asi idza bata'ub, he orang sebanyak tu sana. Saatnya sekarang, waktu ni ke untuk maulid, untuk taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Dzal waqt aubatak ya syarid idza bata'ub, wahai orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, dzal waqt ini sekarang tempatnya, waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selama ni kalau pah dekat kanjeng Nabi, ini majelis untuk hubungan ke kanjeng Nabi. Hei orang-orang selopa dekat Gusti Allah, bahkan banyak maksiat, ni majelis tempat untuk taubat nyampung dekat Allah Subhanahu wa taala. Dza jama' la syakka yal 'asi dzal jama' la syakka tufar bihi jami'udz dzunub. Ini perkumpulan kata beliau, dza jama', ini perkumpulan kata beliau, la syakka tufar bihi jami'udz dzunub, tidak diragukan lagi semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kulit sampean tak jaga dari majelis nikah kecuali taubat kul panjenengan terima dening Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tak jaga dari majelis ni kecuali setaja hajat kul panjenengan terima dening Allah Subhanahu wa taala. Tak jaga dari majelis ni kecuali setaja tusa sapora bahkan ketika kebagusan dening Allah Subhanahu wa taala. Merkena kau lah abek nyocot. Dalam bahasan bab maulid abek nyocot aneka ibadah. Ibadah tak kena kebaik kerja. Ibadah tak kena kebaik mainan para hadirin ikhwani rahimakumullah. Ni ke majelis untuk hubungan kita kepada Allah. Ni ke majelis untuk nyampung dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cek kebeter, insyaallah barokana para habaib syahadir, barokana para habaib syahadir, insyaallah paki kul manjenengan tonton apang kibi datun para habaib bisa salaman astana Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah insyaallah bisa apang ki ku mungkin kul sampean tak bisa ketinggal wajin Kanjeng Nabi, minimal ketinggal duriyah wajah daripada para habaib, insyaallah barokah, insyaallah sehingga dalam atas beting niat nyampung dekat Kanjeng Nabi kelaban wasilah nyampung dekat dzurriyyah sehingga kun banyak insyaallah pakai takdir merepat nikah bisa ketinggal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanang nikah bisa nyampung de astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kak dinto pujar majelis nikah niaten abeli pole dek sunan Kanjeng Nabi sehingga orang kafir takok senyacat Kanjeng Nabi. Cek sampean cuma bisa nyalaki orang kafir karena orang kafir bengal nyacat Kanjeng Nabi, sementara kul panjenengan jauh daripada akhlak-akhlak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kak dinto tobat ning saat mangken abeli dekat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Kanjeng Nabi lakonin pepender atau tobat, insyaallah setaja bakal terima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Walamma nadama al-fikru min dararil aswafil muhammadiyyati uquda
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعوذ ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل رايتك وعودك شاملا الأكبر الأكبر المحبوب لك والمهسس بأشرف الأقوال والأفعال في كل موطن من مواطن القرب ومثار قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أدرة الذكر به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وأن تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحدك من الحافظين اللهم إنا لنا عدمنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعقب ببركات وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رأي الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بوالد الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عبادك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.